ينزل في التاريخ انه جزء من هذه المرحله؟ عائله مكي، مستشار احمد مكي، مستشار محمود مكي. مستشار احمد مكي وزيرا للعدل، والمستشار محمود مكي نائب للسيد رئيس الجمهوريه سابقا. يعني لا انا بقول لك لما تعينوا يعني لما تعينوا. اولا هم تاريخ مشرف، وفي بعض الاحداث حدثت تتعلق بالقضاء هم رفضوها علنا. يعني هم موجودين في السلطه، السيد مستشار محمود مكي قال الاعلان الدستوري اللي صدر انا ضده، ولما صدر انا كنت مسافر، كان في باكستان على ما اعتقد في مؤتمر. ولما عين يعني شوف احترامه لنفسي قد ايه بقى، لما عين سفيرا لدوله الفاتيكان اللي فيها 7 انفار، ما اعرفش ايه حكايه الفاتيكان مع الدكتور محمد مرسي، عبد المجيد محمود ودوه الفاتيكان، محمود مكي ودوه الفاتيكان، انا خايف اودي احمد الزند الفاتيكان. الراجل اعتذر وقال بالرغم انه هناك في البلد دي المرتبات كبيره جدا، اعتذر وقال انا بحترم نفسي، انا اعتزلت العمل السياسي وده مش مكاني. ان انا يعني وزاره الخارجيه ما شاء الله فيها سفراء وقناصل اي حد يشتغل فيها، ودي اللي هي سمك لبن تمر هندي اللي عملها الدكتور محمد مرسي في الوقت ده في البلد. يعني ايه علاقه عبد المجيد محمود او الاستاذ المستشار عبد المجيد محمود كنائب عام انه يروح يبقى سفير الفاتيكان، او محمود بمكي يبقى سفير؟ لا ده كان مخرج. ما هو برضه المخرج كان مخرج سياسي. ما هو برضه الكلام ده كلام عبثي، لانه احنا كنا بنقول ان حسني مبارك لما كان بيعمل ده كنا بنقول بقى النظام الفاسد. ما تعملش زيه، انك انت ايه يعني شايف ان البني ادم ده غير كفء في المكان ده، يبقى توديه في مكان هو مش تخصصه اصلا. ما هي دي برضه مجامله. لكن نرجع بقى للمستشار احمد مكي. المستشار احمد مكي تاريخ مشرف في القضاء. لما كان نائب رئيس محكمه النقض احكامه بتشهد انه رجل، طبعا النزاهه ما حدش يقدر يتكلم فيها لان عائله مكي سواء احمد او محمود، يعني قصه انك تتكلم عن نزاهه القاضي دي يعني انا شايفها عيب. ليه بقى؟ انا ليا زملاء، انا استقلت بدري، يعني استقلت 84. ليا زملاء انا بشوفهم بيصعبوا عليا يستمروا يعني. لما يكون عندك في الرول في محكمه الجنايات 200 قضيه مثلا، ولما يكون عندك اسره كل ما تترقى، انت النهارده في القاهره تترقى تروح استئناف طنطا، استئناف اسيوط، استئناف بني سويف، استئناف الاسماعيليه، انت مش او اسكندريه، انت راجل يعني مش مستقر. وبعدين انت بتاخد كام؟ القاضي ده بياخد كام؟ القاضي ده وما تقوليش اصل الموظف بياخد كام. اليمن شقيقه بلد طبعا محترمه، لكن لما تقاس بمصر في قضاء مصر يعني بيشرفوا العالم العربي كله. حضرتك بيبقى شيك، مرتبك شيك على بياض. مش هقول لك بقى اوروبا، ما بيقولش القاضي مرتبه كام، شوف انت احتياجاتك ايه. خلي بالك معظم دول العالم القاضي ما بيطلعش سن معاش. القاضي بيطلع لما يبقى هو عايز يطلع، لما يقول انا مش قادر. لان القضاء ده مش وظيفه زي ما الاخ البلتاجي قاعد يقول لك اصل وظيفه والموظف 60 سنه والعبث اللي عمال يهرجه دون. القاضي مش وظيفه زي يعني النهارده هي المحاماه دي وظيفه. يعني انا تيجي انا مثلا محامي حر دلوقتي، تيجي تقول لي يا مرتضى انت 60 سنه او 65 او بتاع اطلع ما تشتغلش، ما فيش الكلام ده. في مهن هي رساله، القاضي بيؤدي رساله. رسالته ايه بقى؟ هو مكان ربنا سبحانه وتعالى على الارض، وعشان كده عقوبته مغلظه. شوف، قاضيان في النار وقاضي في الجنه. هذا القاضي اللي بيجي له السكر والضغط وجميع الامراض يعني في سن مبكره، انت ضاغط عليه ليه؟ نزاهه ايه اللي بتتكلم عليه؟ هذا القاضي انزه منك. هذا القاضي لو تعرف انه لو ضبط قاضي مرتشي، المواطن العادي الموظف العادي في قضيه الرشوه بياخد 5 سنين سجن وممكن 3. القاضي ياخد 7، لانه بيتعاقب مرتين. بيتعاقب مره كمجرم، وبيتعاقب مره انه ازاي وانت قاعد على هذه المنصه دي ليها ثمن. انت عايز فلوس؟ اتفضل اشتغل محامي. انت عايز رساله؟ هي دي الرساله بقى. لما تيجي النهارده وانا اقول لك واقعه، بس عايزك الاول تقول لي تعليقك ايه على استقاله ما انا هقول لك دلوقتي، وبعد كده نتكلم على مشروع قانون السلطه القضائيه براحتنا. لا بس دي عايز اديك مثل صغير. انا جالي رئيس محكمه في احدى المحافظات، عنده مشكله مع زوجته، فقال لي قضيه، قلت له تحت امرك. قال لي انا عايز اسلمها المنقولات من غير ما تبهدلني. قلت له تبهدلك يعني ايه؟ ما انت هتسلمها المنقولات. قال لي لا، اصله دلوقتي التفتيش القضائي لو اي زوجه او مطلقه اشتكت جوزها بيفصلوه. تخيل بقى في حياتك الشخصيه
الزوجيه لو قاضي متخانق مع مراته وراحت اشتكته بيفصلوه. فقلت له طب المطلوب مني ايه؟ قال لي المطلوب تكلم لي لو تعرف مدير امن البلد اللي الزوجه دي منه فيها، انه يجيب يعني اهلها يستلموا مني بما يرضي الله المنقولات بتاعتها وما تعمليش مشاكل. تمام. لما يوصل القاضي لمرحله انه خايف في علاقاته الشخصيه ومرعوب لان في تفتيش قضائي وراه، ما بالك بقى بالقضايا اللي انت بتنظرها للناس ووراك 50,000 محامي بيبص عليك. لو اخطأت في الحكم خطأ مهني جسيم بيعمل لك مخاصمة، لو اخطأت في الحكم فيه انحراف بيعمل فيك بلاغ للنيابة العامة. فالنهاردة لما تيجي ده قضى، لما بيجي حد عندهم منحرف لوحديهم هم ما في عندهمش هزار بره. طب استاذ مرتضى، ما تزعلش مني شهادتك في القضاة وفي قضاة مصر وفي النظام القضائي المصري، ولا شهادتي انا حتى بيسموها مجروحة